في هذا المكتب برز لكم سلسلة الهاردكور اللي عشت بيه أكتر من 200 يوم. الأهداف اللي حققتها إني قتلت التنين وبنيت لي بيت وعملت أفضل الفورمات في الهاردكور، وعشان تعرفوا الباقي شاهدوا المقطع الأخير. ونبدأ نجمع خشب ونحنن الخشب ونعمل كرافتنج، ونجمع حجر وأعمل إضافة من الحجر. وكده لازم ندور على قرية. وصلت للقرية ونجيب أكل وندور في الشيستات. ودلوقتي في حد ناقص. أيوة، يلا تعالى راجل لراجل. شغلك تعطيني 5 حبات ايرون. 4 حلو. انا لازمك في اللافا دي عشان ممكن اقع فيها في اي وقت. واعمل لي بيكس ايرون وشيلد. وكده نكون جاهزين زي الكيفنج نجمع موارد. بس لازم اجمع اكل زيادة. ونجمع الويت اللي هنا ونحول الويت لاكل. وهنام واصحى في اليوم الاول وهشوف القرية التانية هاخد منها لوت. وكمان في سبونر هنا جنب بيت الحداد. حلو، ده هيفيدني في المستقبل. وهحط درش على السبونر عشان ما يتربنش زومبي. وهشوف الشيستات ونسلم على القلم التاني. عليكم عارات. واعمل كمان بيكاكس ايرون. في كمان هنا ويت حلو والله. ونحاول كمان الويت لاكل. وخدت المكان ده احط فيه الشيستات كبداية. واخد الجزر الازرق عشان احتاجه بعدين في فرم الكرويين. وانا كده لازم انزل كيف اجمع موارد. واسيبكم في فقرة تجميع الموارد. ودي كان اخر الكهف. هضطر اعمل كهف تشعب. ودي الموارد اللي قدرت اجمعها. وهطبخ الايرون والجولد. دلوقتي على مكنة هذيب الكروين طبعا يعني. وعشان احدد المنطقة عشان الوحوش ما يترزبنش.
ودلوقتي هنبدأ نجمع الكرويين. ودلوقتي جمعت كل الكرويين اللي انا محتاجهم. يا عمي كنت هموت. انا حرفيا كان زماني مودع لما بس النافورة اللي كانت جنبي. انزل اعمل كافة الشعب عشان اعمل درع من الدايموند. بص انا عندي فكرة حلوة، انا هسيب الدايموند عشان لما اطور بيكاكس فورشن 3 هاجي اكسرهم تاني عشان يتدبلوا. وفي هنا كمان دايموند، انا هشوف بس يمكن يكون في حبة تاني. نايس والله في حبة تاني. ونكمل في طريقنا. نايس كمان دايموند، ان شاء الله يكون 4 حبات. اسيبكم في فكرة التكسير بالفرشة. وطلعت حطيت الموارد تطبخ وبعدين هعمل بقش الفرشة واعمل انفل ادمج بيه تطورات. واجمع خشب اتقاد بيه مع الكراوية. وبعد ما خلصت تجميع هبدأ اتقاد معاه. وهرجع لكم بعد ما اخلص تقايد وظبط الدنيا. وخلاص تقايد واشتركت بالفورشن وهدمجه مع البيجاكس. والآن وقت اللحظة المنتظرة. وكده هروح اجمع الدايموند. وطلعت ب50 حبة دايموند هيكفوني زيادة كمان. وعملت الدرع الدايموند ونلبسها ونشيل الخردة دي. وبكده نقدر نقول اننا فول ارمر دايموند. واعمل كمان كل الادوات كمان دايموند، سيف وبكاكس واكس وشافل. واجمع اوبسيديان للتطوير والبواب. قنبيلك. وكده نعمل آلة تطوير. ودلوقتي اروح ابني البواب. هبنيها في المكان ده. استجيب الولاعة اروح اجيبها واجيب معاها جولدن ابل عشان مموتش في النزار. عشان حرفيا انا اكتر انسان بيموت في النزار. ونعمل الجولدن ابل. وهعمل الفلنت. واروح افتح البواب. بسم الله نفتح البواب. يا رب رزبون حلو. شكرا ميني كرافت، واحب اشكرك من كل اعماق اعماق قلبي على هذا الرزبون. انا كده هحتاج شجرة عشان احتاجها في توتن فارم.
وهبني لي جسر كده يكون مقفول عشان اعدي منه، عشان ممكن اي قاص يوقعني. وجمعت الخشب اللي هحتاجه وطلعت من النزر. وهكبر مزرعة البقر عشان احتاج اكل. وهعمل مكان لزراعة القمح عشان اكل منه البقر. وجبت ترابدور واحط فوق بلوكات المية. وهعمل جزر بالفرشة عشان يتدب. وهكمل في توسيع المنطقة. ناقص في زومبي هاخده عشان اخليه يحول الكرابين وبعدين اعالجه. انا عايز بس احبسه واخليه بس يجي هنا وبعدين احط حواليه بلوكات. بص كده، هو واضح الموضوع هيطول، فانا هحبس وبعدين اجيلكم. يعني واخيرا حبسته يا جدعان بعد ما طلع عينه حرفيا. ودلوقتي اجيب له نيم تاج عشان اسميه، عشان ممكن يختفي. دلوقتي ناخد نيم تاج ونروح نسميه. قررت اسميه ابو العباس. تتمادى خبش خبش العباس. وخد النيم تاج. وهقفل عليه. واروح عند برج البلجر اجمع منهم بشنات عشان افعل الريد في التوتن فارم. وصلت للبرج، جمع كمبوشن وهمشي. وجمعت كده البوشات اللي انا هحتاجها وهمشي عشان ابني الريد فارم. وصلت للقرية، بس تقول ان انا خدت معايا 2 آلية كانوا هناك. عملت بفرم الاكس بي في المستقبل. هجرب الشباب اعمل ايميل جيل كتير ما عملتهاش. الاحتراف يا شباب، الاحتراف. وهاخد الآلية ادخلهم جوه في البيت عشان ما يحصلهمش حاجة. بس كده خليكم هنا يا حبايبي لحد ما هشوف لكم حل في المستقبل. ودلوقتي هبني الريد فارم. ما طلعت بيها. واحط شوية التوتيمات دولت واخلي معايا 4 بس ولا 5. وورا عند الكراونية اجيب منهم ايمرالد واكس بي، لاني خدت افكت الريب بتاع تنزيل الاسعار.
بعد اذنكم ممكن توسعوا بس. خلاص اعتذارك مقبول، شكرا للمشاركه. يلا الله وياك الله وياك. في سد الباب. اشتري من دي الجلاس وبعدين اعمل في الكرافتنج تيبل وبعدين ابيعه للتاني بتاع الخرايط. بس كده ونبدأ تقايد. بسم الله. واستمر على كده لحد ما يكون معايا ايمرالد لا نهائي. وهكمل تقاعد وارجع له. ودي كمية الامر، بس اشتريت استكان خرايط من غير قصد فجي جي. وكده يحتاج واحد يعمل لي ميندنج، وهو ده اللي خد الوظيفة. يا رب بس يجيب الميندنج بسرعة. كده شكلنا هنطول يا عمي اخيرا. وكمان لوت نايس. وهشتري من الاخ التاني كده. وجبت التطوير هنا عشان اطور الدرو ولا دوات. جبت اللابس ونبدأ في التطوير. ناقص السيف. هشتري كتاب لوتنج تاني وهيبقى لوتنج 3. وهكمل تطوير عشان الفيديو ما يطولش. وطورت كل دروع ادواتي للمند. وافعل الريت عشان بعد ما انتصر عليهم هيدوني افكت تخفيض الاسعار، وده يساعدني ان انا اجيب ايمرالد لا نهائي. وبعد ما شربت البوشن بدل عدد تنازل الريد. اول ما يخلص الريد هيبدأ. وبدأ الريد. هشغل لكم كام لقطة منه وبعدها اختصر. وبعد ما خدت في التقايا دول عند القرى عشان يديني كتاب السورس 3. واروح للقرية التانية عشان الفيرجر اللي عندي مش عاوزين يتقاضوا معاه. وده اول واحد. يا رب ياخد الوظيفة. نايس خدها. اديني بقى سورس 3. شكلها طول معاك. اتقاعد معاه وارجع لكم. وخلصت معاه تقايد واعطاني كتاب السورس 2. هدمجوا مع بعض يبقوا كتاب السورس 3. والاكس بي اللي معاه خلاص. هتقاعد مع الكرومير بعدين اكمل تاني. هجيب الجراس من الكروي ده وبعدين احلله في الكرافتنج وبعدين ابيعه للكروي اللي بعديه. وبكده امبر ده واكس بي لا نهائي. وخلصت تقاعد وهرجع اكمل دمجي في الدروع. واروح انزل اجيب البريز روت واحول اللوز باودر عشان اجيب الايف اندر. والخطة كانت ان انا اعمل نفق انا يوديني البدروك عشان نروح لاحصائيات القلعة. ليه؟ عشان مكان رسبوني في نص اللافا. واكمل على كده لحد ما اوصل لطبقة البدروك. وصلت للقلعة بس كنت قافل التصوير وجمعت 11 بلوز روت ولسه هنكمل. وطلعت من النظر وانا معايا 52 حبة بلوز روت. ايميل جاء السريع. هذا ما يسمى بالاحتراف. وهرت الموارد اللي جمعتها. وهاخد ايميل تتقدم مع الكرو اللي بيبيعوا الاندرمان. واعمل عيون الايف اندر. وبعد ما جهزت اغراض اروح لبوابة الان ورميت اول عين. ونبدأ في شق الطريق. وصلت البوابات اللي تحتها بالظبط. ودلوقتي هبدأ في التكسير. بلوك واحدة كنت هنزل في اللاف. كسرت السبونر وكان في زومبي داخل وقتلته وقفلت المكان. وقفلت اللاف وهبدأ احط العيون عشان افتح البواب.
وأتت لحظة النهاية، وبسم الله، وأخيرا زبون عدل. لديك أمر الجميع. ما يسوى الله على ايه. ما أخر الإندرمان. وده آخر برج. يلا عندي حساب أصفي معاه. هنزلك بالإم ال جي. وآخر ضرب ايزي. كده ختمنا اللعبة يا جدعان، وكده هنروح نجيب الإديتور، بس أول حاجة الإكس بي. ويربى بكون قريب جنب السفينة، وشكل حوالي مفيش سفينة، اضطر ندور بنفسي، وعشان ما اطولش عليكم اجيب السفينة وارجع لكم. والسفينة اللي قدام اللي فيها الإديتور. وصلت بسلام وأمان. وأخيرا الإديتور. ونلوت على السريع. واخد معايا رصيد تنين. نايس وقحته. تسلم راسك. وما حبيتش امشي وانا يدي فاضية، قررت لو تلينشا سيتي. جبت ام العيد. خلاص كده ختمنا الام ال جي، وخلاص تلويت لينشا سيتي، واخيرا هجد العالم العادي. وهعمل القرارات عشان ابدا يما في الموارد، واحط مندق على الاطار، واروح لقرار اجيب منه اكس بي عشان اصلح دروعي وادواتي. وركبت الموتور اللي نسخت بيه البيت ويوريني المواد اللي احتاجها. وهعمل ارمر ستاند عشان هو اللي بالرسبان للبيت زي كده، بس انا لسه اجمع موارد واجيب منطقة حلوة، وهو ده البيت. ولما بشيل ارمر ستاند بيتشال تاني، وكده هبدأ في تجميع الموارد، وهروح اجمع خشب السبروس. وصلت لمنطقة السبروس وهبدأ في التجميع، وخلص تجميع كمية كويسة. وكده اجمع الستون والخشب الغامق وبعدين الخشب الابيض فرص جوه، واحط خشب السبروس اللي جمعته واكمل تجميع. ودي المنطقة اللي هكون فيها البيت وظبطت فيها شوية، والبيت هيكون هنا بالظبط. والانطلاق في اخر رحلة تجميع.
وهجهز الموارد اللي هحتاجها زي السلاح والترابدور وكده. وكده كنت جهزت كل حاجة، بعيد الستون لسه وهجمع من المنطقة اللي أنا كنت حافظها قبل كده. البناء وهنقعد موارد المنطقة اللي هبني فيها البيت. فهبدأ في بناء البيت، بس مفيش رجليه لأن الرجل عنده بايظ. وده الشكل النهائي للبيت، واخد مني وقت طويل بس يستحق الصراحة. وقولوا لي ايه رأيكم. وهو ده البيت من جوه. واول فرمة هعملها فرم الموبترا، وهبدا يما في مواردها، وهي مواردها سهله بس كتير. دلوقتي اروح النتر عشان اجمع الكور اللي هصنع بيه الاوبزرفر والديسبنس لانهم من ضمن سيستم الفارم. وندخل للبواب، وهحتاج كميه كبيره من الكوارتز اللي هحتاجها في اغلبيه الفارمات. حاجه يستغرب ان النفق دي لان انا اصلا مترتبه في نص اللاف. وكده لازم اشوف مكان حلو يكون فيه كوارتز. حلو فيه كوارتز هنا، وهجمع معاه شويه من الفطر يمكن احتاج. ونبدأ في التجميع. انا كده المفروض جمعت كمية حلو طلعوا استاء. ناقص هنا شوية كمان. وبعد ما اخلص التجميع هرجع للعالم العادي. ورجعنا للعالم العادي ولسه جاي مع باقي الموارد. بس ربنا يعين. وكسرت الكوارتز بالفرشة وطلع لي 4 استكات. واحط الكوارتز في الشيستات واجمع باقي الموارد. انا محتاج دلوقتي كتاب مندق وانا اجيب واحد من الكرويين. الله يسهل كده الكتاب. بس كده انا هشوف راسنا سريع ولا لا. بدم تستاهل الجلد. وهدمج الكتاب مع البيجاسس ستريك تاتش. وهجمع بين قطع الستون عشان احول الستون برجع عشان نستعملها في الفارم. فنبدأ تجميع.
وخلصت تجميع وطلعت بكمية حلوة، وطبعا يعني دول انا مش عارف اللي جابهم هنا، وده الكمية اللي انا جمعتها، وهجهز في مولد الفرن، وهسيبكم في فقرة تجهيز الموارد. وهجيب اسهم من القرويين عشان اصنع بها ديسبنسر. وهختصر عليكم وقت تجهيز الموارد. واخترت المكان اللي هيبني فيه الموبترات، ودلوقتي اسيبكم مع الريبلاي. وخلصت الموبي تراب، بس حصلت مشكلة في الآخر خلت الريبلي وقف، فبس كده هي دي الموبي تراب، وعملت فيها 10 أدوار. وهعمل لي هنا مكان أفك فيه لحد ما الفيلم يكون شغال. فبس كده هو ده المكان المناسب، وهبني هنا غرفة صغيرة عشان لما أفك أضمن إن مفيش حاجة تحصل لي، وهشيل بس البلوكات الزيادة دي عشان كنت طالع بيها. وهحط هنا شموع عشان الوحوش متترسبنش. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. طب يعني بالله كده يعني طلع من ايه؟ خليني بس اقترب عشان مع المكان كله. وجبت شموع من البيت وهشمع المكان كله، وخلاص التجميع، وابدا اوسع في المكان شويه عشان اتحرك براحتي. وهعمل دلوقتي المكان اللي افك فيه. وبس كده المكان طلع جميل. وهبني الفرم التاني وهي فرم الايرو، واروح على طول على منطقة البناء لاني هطول في التجميع. فهبنيها بعيد عن المنطقة بتاعتي لان منطقتي فيها كرويين، فممكن يحصل فيها حاجة وما تشتغلش. لو ظبطت اليمين جهة حط لي اشتراك. اللي بعديها يا ويلي اشتراك على السريع. واخترت المنطقة دي اللي هبني فيها الفرن، هي محتاجة بس شوية تظبيطات صغيرة.
وكده الفرم خلص، بس ناقص بس ان ايرون جولم يترزم، وبيأخر شوية لحد ما يترزم. شكل كده ايرون جولم يتأخر، فانا هبني في رباط الصوف لحد ما هو يترزم، وهبدأ في تظبيط المنطقة الاول. وننام وبعدين نكمل تكسير. والمنطقة طلعت حلو، وكده نبدأ في نهاية الفرماء. وابني الأربع بس، اللي أنا أصلا مش هحتاج كتير. وأخيرا الفرم اشتغل الحمد لله. خد لي بس كشف حديد من عندك عشان أحتاجهم في المباراة. كمية حلوة. وهكمل في بناء الفرماء، بس أسرع لكم المقطع عشان ما يطولش. تعالى كده يا مستر خروف وما تتعبنيش معاه. اتفضل اتفضل، المكان مكانك. وخلصت كده كل الفرمات بتاعت الصوف، وكده ناقص الجولد فارم، وهحط له هنا ترابدور للاحتياط. محتاج بس ان الفرم شغالة نايس، طلعت شغالة كويس. فبس هي دي فرم الصوف. وفرم الايرون شغالة ما شاء الله بكفاءة عالية. ودلوقتي فاضل الجولد فارم ودي مواردها، فهبدأ في تجميع الموارد. ففضل البوتات من مية، وبعدين هملاها لاف، وهرجع للعالم العادي احولها اوبسيديان، وهعمل كده اكتر من مرة عشان اجمع الاوبسيديان اللي انا محتاج. فهختصر عليكم عشان المقطع ما يبقاش ممل، وهيكون زي كده. هفضل العملية دي لحد ما اجمع الاوبسيديان اللي انا محتاجه. وقدرت اخلص تجميع الاوبسيديان، وهجهز بقى ورد الفرم واروح ابنيها، واجمع اسهم الكهف اللي جنبي، وهنور المكان عشان مترزبنش وحوش. ونبدأ في التجميع مرة أخرى. وأخيرا خلصت تجميع، وكده آخر مرحلة من تجهيز الموارد. وخلصت تجميع وأروح للمنطقة اللي هبني فيها الجولد فارم. والجولد فارم هيكون جنب الايرون فارم، فبعدين هعمل لهم جسر. فهحط وراه ستون عشان ما اضيعش المنطق. واخترت المكان ده اللي ابني فيه الفارم. وبس كده، اسيبكم مع الريبلاي.
ما شاء الله ما شاء الله على الانتاجية. وبس كده، لو المقطع عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، واشوفك المقطع القادم في امان الله. وبس كده، سلام.